الاوفر ثينكينج مش خطر عليك، انت اللي خطر على نفسك. فاكر لما رميت نكته في نص القعده ومحدش ضحك عليها؟ ولا لما وقعت وانت رايح المحاضره والشله اياها شافتك؟ وعلى فكره انا كمان شفتك. الاوفر ثينكينج ده عامل زي البعبع اللي مش هتعرف تنام ولا تركز ابدا بسببه. تخيل بقى لو الاوفر ثينكينج ده فص ملح وداب، هتصحى دماغك هاديه، مفيش الف سيناريو في دماغك ولا حوار حصل من سنه ولسه بتراجعه. هتاخد قرارات اسرع، هتنام احسن، وكمان هتبقى اخف نفسيا. ومش كل كلمه هتحطها تحت الميكروسكوب ولا كل موقف هتجلده تحليل، بس في نفس الوقت هتخسر حته مهمه، الحته اللي بتخليك سابق بخطوه، اللي بتخليك تشوف تفاصيل غيرك ما كانش واخد باله منها، وكمان تربط الحاجات ببعض وتطلع بافكار مختلفه. يعني راح، بس ده كمان بيقلل ابداعك وتفكيرك العميق اللي بيخلي منك شخص مش عادي. فالفكره مش ان الاوفر ثينكينج يختفي، الفكره انك تمسكه بايدك وتخليه يشتغل لصالحك مش ضدك. فكر في الحل مش المشكله. وعلى فكره النكته اللي رميتها وسط اصحابك ومحدش ضحك عليها، ده لان صوتك كان واطي. وبصراحه كده انا مش فاكره انت وقعت امتى اساسا. وبعد كل اللي قلته لك ده، تفتكر لو الاوفر ثينكينج فص ملح وداب هتشوف اثر الغياب؟